السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعين شهوات حياتي، جيتكم بفيديو سريع ودغيا دغيا تيوجد. غادي نوجد معكم ملويات مخمارين، يعني بالخميرة وعامرين ان شاء الله باذن الله. الحشوه البنات، بالنسبه للحشوه انا درت الكفته لي شامبينيون خيزو والبصله. هادشي اللي درت في الكفته، مع شويه د الزعتره والبزار، شويه التحميره وشويه ديال الملحه. صافي هادشي اللي كاين. شحرت كل شيء مزيان. الحشوه ديالي شحرتها مزيان. الحاجه اللي تنديرها البنات في الحشوه ديال سواء ديال المسمن اولا ديال الملوي، باش ما تقطعش ليا العجينه، تناخذ الحشوه تندير فرماج، اي فرماج عندكم بغيتو ديروه مع الحشوه ديالكم. انا درت وحده ديال كيري وزدت الحشوه. غادي نطحن الحشوه البنات باش تجي رطبه، ما تكونش ليا حرشه هكاك باش ما تقطعش ليا في العجينه. هنا البنات راه خليتها حتى بردت مزيان، عاد طحنتها. راه كتشوفوا راه انا العجينه وطحنت الحشوه ديالي باش نعمر. هنا درتها في الترموميكس. نتوما دوزوها في هادوك لي هاشوار الصغار، دوزوها في هادوك. صافي دغيا دغيا واحد طحنه، راه غير باش ترطب ليا الحشوه وما تجيش حرشه باش ما تقطعش ليا في العجينه. هذا مكان البنات، هذه هي الطريقه ديالي اولا السر ديالي انا في المسمن المعمر ولا في الملويات معمرين باش ما كتخرجش ليا الحشوه. هنا البنات اللي عندها ترموميكس ما عرفت درت ليه الميزاجور وتبدلوا لي درت هذه كيتصحابني واش داك الهاشوار ساعه لا ماشي هي. عاود بدلت. المهم درت لي واحد طحنه صغيره فيت في، وراه ترتبط لي، يعني ولات الحشوه ديالي رطبه. صافي يا ديك راه البنات الملاوي ديالي درتهم، ما تقطعت الحشوه ما حتى حاجه. وها نتوما غادي تشوفوا. جربوا يا البنات هاد الملوي، راه ما غاديش تشبعوا منه لا نتوما لا وليداتكم. شوفوا راه واحد الطحنه اللي درت دغيا دغيا. هانتوما هي الحشوه ديالي. كيف ما قلت لكم الحشوه ديروا اللي عجبكم. فلفله القرعه الخضراء اللي عندكم البنات ديروه، اللي عندكم في الثلاجه ديروا هي الخضراء ماشي مشكل، راه تتجي بنينه. ولكن بننوا الحشوه ديالكم بالملحه والبزار. هنا البنات العجينه، انا راه مني شحرت الحشوه ديالي حطيتها تتبرد، انا دزت تندير العجينه. عندي هنا جبانيه ديال الدقيق وجوج جبابن ديال الفينو، وعندي العسل وعندي الملحه وعندي الخميره درتها البنات 8 غرام. يعني بحال الا غادي نعجن عجينه عاديه درت 8 غرام. بالنسبه لهذه حبيبات، راه ديال البنات ديال العجينه ماشي ديال الحلوه، هذه الخميره ديال العجينه. انا كناخذهم في هاد الساشيات. هنا درت كل شيء في الترموميكس اولا ديري في عجانه ولا عجني بيديك. درت كل شيء، العسل ودرت الملحه ودرت انا الملحه عبرت 4 غرام ديال الملحه، ودرت الخميره. يعني بحال الا غادي نعجن العجينه ديالي. هاد المليويات البنات راه كيما تتعجنيهم تتخدميهم، ما تسنيش. سواء غديري ملوي عادي، يعني يعني ما غاديش كيفاش غنقول لكم، ما غاديش تعمروا، يعني سامبل عادي خاوي، او لا غادي تعمروا بحال راه كيما عجنتو غادي نخدموا. راه تيجيو البنات فنين. جربوهم وشوفوا، راه الطريقه عطيتها لكم في الفيديو بالتفصيل. جربوها وغادي تعجبكم ان شاء الله. هنا راه العجينه عبرتها كلها. انا تندير 98 هكاك 100 غرام اللي تندير في العجينه باش يجيوني بحال انا عز عليا هادشي ديال المعجنات ندير فيهم نفس العبار باش تيجي القياس هو هذاك مضبوط. هنا البنات غادي نقسمهم كاملين عاد نبدا فيهم الخدمه. راه كما قلت لكم كديريهم فيت في، خليه الحشوه ديالك تبرد 100% تبرد مزيان وبداي في الخدمه. عجني العجينه ديالك وبدايها في الخدمه. سواء غديري مليويات هكا عامرين او لا خاويين، يعني ها بالزبده والزيت حتى هما غادي ديريهم بنفس الطريقه، راه تيجيو واعرين. جربوهم وان شاء الله وردوا عليا الخبر البنات. هاد الملوي الخامر راه تيجي واعر. وما تسمعوش من اللي خامر وتقولوا تخمر العجينه، لا ما كتخمرش، تتخمرين هكا في الخدمه، يعني في يديكم تتخمر العجينه. تيجي واحد الملوي اللي رائع وكيصدق واعر طب وبنين بنينه البنات بزاف. جربوه ان شاء الله ردوا عليا الخبر. هنا راه عندي الزبده
عندي الزيت وعندي الفينو كما قلت لكم غادي تشوفوا الطريقه كيفاش كندير. يعني عزيز عليا انا الحشوه تكون مفنده واحد شويه. يا اما ديروا هاد الفينو مع الحشوه، الا اللي عزيز عليه بزاف الفينو يديرها مع الحشوه، يدير واحد شويه درشه في الحشوه. انا ما درتهاش في الحشوه، انا تنديرها ملي كنسد في دوك الطويات، ما بين الطويات تندير انا الفينو. اني وضحت لكم الطريقه البنات كلها كيفاش تندير لهاد المخامر او لهاد الملوي عامر، كيفاش تندير ليه ايطاب باغ ايطاب. وهانتوما جربوه ان شاء الله يعجبكم. و انا كيما ساليتو طيبتو ديريكت، يعني ما خليتو لا يرتاح لا والو، ساليت كل شيء وبديت تنطيب فيه. هذا ما كان البنات، نتمنى الفيديو يعجبكم ان شاء الله باذن الله، راه كل شيء واضح فيه، واللي جربتها ترد عليا الخبر. شكرا لكم بزاف، واي سؤال لحوا ليا في لي كومونتير البنات انا نجاوبكم عليه. شكرا لكم بزاف على المتابعه.